معرض القاهرة الدولي، واحد من أكبر وأحلى الأحداث في مصر. فن، وهتشوف حاجات حلوة كتير وغريبة جدا. معلوم أن اللغة العربية ألفاظها تتعدى 12 مليون كلمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ أتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. من غير ما أطول عليكم، يلا بينا نبدأ بسرعة. أول حاجة رحنا المحطة، حجزنا، دخلنا، ركبنا القطر، والقطر كان تايجو، وبصراحة ما كنتش متوقع انه نضيف بالشكل ده. وصلنا الحمد لله، ركبنا العربية اللي هتوصلنا إلى أرض المعارض، ووصلنا الحمد لله. خلينا نديك نبذة سريعة عن معرض الكتاب. في معرض الكتاب 2026 شارك حوالي 1457 دار نشر من 83 دولة، وفي أكتر من 6600 عارض في أنحاء المعرض. بيتقسم المعرض إلى حوالي 5 قاعات أو إلى 4 قاعات رئيسية. رقم 1، وهتلاقيها مركزة بشكل كبير على الكتب الأدبية من روايات وقصص، حاجات كويسة جدا للأطفال. صالة 2 بقى هتلاقيها مركزة على الكتب العلمية أكتر، زي مثلا كتب البرمجة والاي اي وكتب العلوم بمختلف أنواعها. بصراحة الصالة دي رائعة، وفيها كمان شوية كتب لذيذة جدا عن تطوير الذات. أما صالة 3 ودي هتلاقي فيها فعاليات ومشاركات جميلة جدا من دول ومن هيئات في مصر زي وزارة الأوقاف وحاجات كتيرة جدا، وزي الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية. وكمان هتلاقي فيها فعاليات جميلة جدا للأطفال وفعاليات دينية ولقاءات جميلة. أما صالة 4 وهتلاقيها مركز بقى أكتر دي على التراث الإسلامي، وفيها كتب جميلة جدا جدا اللي أنا متأكد لو أنت رحت هتحبها جدا. وبسم الله ما شاء الله المكان هناك مجهز بالكامل. أنا بصراحة مستغرب، مكان جميل جدا وكمان منظم بالكامل، وفيه لا قدر الله سيارات إسعاف في حالة أي حالة طوارئ حصلت. طيب، نيجي بقى للسؤال الأهم: هل الرحلة تستحق؟ فأحب أقولك يا عزيزي إنه فعلا الرحلة دي تستحق. تنصح بيه حضرتك يا شيخ لو حد مثلا ما بيحبش القراءة وشايف ان القراءة مش مهمة في الطريق الى السير الى الله، وهل هو يعني فرض ولا فرض كفاية ولا ايه النظام يعني؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. لا شك أن العلم هو حياة القلوب، وهو حياة العقول والأبدان وحياة الإنسان. وطلب العلم يختلف باختلاف العلم الذي سيتعلمه الإنسان. من العلوم ما تكون فرض كفاية، من العلوم ما تكون مستحبة، ومن العلوم ما تكون فرض عين. يعني مثلا إذا كان التاجر يمارس تجارة، يمارس مثلا التعامل بالفوركس أو التعامل بالبيتكوين، يبيع ويتداول عبر الإنترنت، هنا يجب عليه أن يتعلم هذا العلم. لماذا؟ لأنه قد يقع في شبهة، قد يقع في معاملة ربوية، قد يتعامل بالتبليت في الفوركس، يتعامل بمعاملة ربوية في هذه المعاملات الإلكترونية أو المعاملات عبر الإنترنت. فهنا يجب عليه أن يتعلمها. لكن هناك علوم قد تكون فرض كفاية، مثلا الإنسان يتعلم علم المواريث ويفتي الناس، هذا إذا تعلمه البعض سقط الإثم عن الآخرين. ومن العلوم الأخرى العلوم التكميلية كعلم اللغة، علم البلاغة، علم الصرف، علم الأصول، هذه علوم تكميلية فيستحب للإنسان أن يتعلمها. إذن طلب العلم في علم معين يختلف باختلاف هذا العلم وباختلاف الشخص، قد يكون مستحبا، قد يكون فرض كفاية، قد يكون فرض عين عليه حتى لا يقع في أمر محرم. الله أعلم. الله أعلم. وحابب أسمع رأيك في التعليقات. هل أنت بعد ما شفت الفيديو ده هل متشوق إنك تزور المعرض ولا لأ؟ وهل مثلا لو جاتلك فرصة في وقت تاني هل هتزوره برضه؟ وفي النهاية لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.